الفرق واضح وباين. الصحافة الأوروبية الغربية والصحافة العربية الإفريقية فرق كبير يا عمري. فرق بين واحد قلبه ما فيش الحسد، ما كيحملكش تقدم، ولكن كيعترف بداكشي اللي وصلتي ليه، وواحد قلبه عامر بالحسد كيعمي ليه العينين، ما كيخليش يشوف داكشي اللي وصلتي ليه. اللهم لك الحمد، راه قال مالكنا الله يخلي ليه صحيحته، اللهم كثير حسادنا. حنا فاش كتبداو كتلغطوا وتتبداو كتهضروا وكتقولوا كيزيدنا تاكدا وتاكدا اننا في الطريق الصحيح، لانه اللي كيخلي الناس يهضروا علينا والدول تهضر علينا هو اننا غاديين في الطريق الصحيح، القافله تسير. واضح وباين. الصحافه الاوروبيه، القنوات الاوروبيه كلهم تيقولوا تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحه، المغرب تنظيم رائع، فنادق، ملاعب، ترتيبات، الامن. وكيجي واحد نقولوا عليهم راسهم مربع، تنظيم غير جيد. وكنهضروا مثلا على هادشي كنشوفوا المنتخب السنغالي في البيان الاخير اللي دار. مشينا في ترين، انتم اللي اختاريتوه، مشينا وما عطاوناش الملعب ديال لونطريمون، يلا وصلتوا، بسم الله عليكم، بشويه عليكم. لقينا الناس كتستقبلنا في المحطه ديال اكدال في الرباط ولا في، استقبلوكم احسن استقبال، باغيين يتصوروا معكم، عاطينكم قيمه لانكم لاعبين عالميين. يعني ما كانش له لازم هذاك الاستنكار اللي دارت السنغال بيني وبينكم. ربما هما كيحاولوا انهم يشتتوا التركيز ديالنا، ولكن كونوا على يقين المنتخب المغربي غدا ان شاء الله متوج باللقب. غادي نحكموا وسط الميدان وغادي نقتلوا دوك الهجمات المرتده ديالهم، وحنا الا جاونا ديالنا نخشيوهم. وكونوا هانيين غدا، ماشي غير اللعابه اللي لاعبين في التيران، الجمهور المغاربه من مورا الشاشات، كلنا غادي نتفرجوا، كلنا غادي نشجعوا، غادي نطلبوا الله سبحانه وتعالى. المغرب راه فاش مشى للكوت ديفوار كمل الصباغه ديال لوطيل، فاش نزل كمل الفراش، ما خلى ما دار، ومشى صلى وسط الناس بلا امن بلا حتى حاجه. وما قالوش كلمه العيب، ما خرجتش من الجامعه المغربيه، ما قالتش اش هاد لوطيل واش هاد المستوى. سبحان الله العظيم، ما حدك انت كتكبر به هو كيبغي يصغر بك. ولفتوا الملاعب الافريقيه والاقامات في الخيمات في افريقيا، فاش كتبغيو تمشيو من البلاصه فين ساكنين باش ترينيو، كيجيو الدبابات كيديوكم، المدرعات، العسكر عندكم تقاسوا، عندكم كتعيشوا الرعب. ها الكوليرا، ها التعفن، ها قله الماء، ها الناموس، ها الباعوض. اشتقتم الى هذه الاجواء. الحمد لله اليوم المملكه المغربيه في الطريق الصحيح. اليوم المملكه المغربيه غادي تنظم كاس العالم للانديه 2029، كاس افريقيا ب 2028، كاس العالم ب 2030. اش كتحاولوا ديروا؟ تبينوا لينا باننا ما فزناش بالجهد والمجهود. زيدان خرج واش قال؟ احسن نسخه في حياتي شتا ديال كاس افريقيا. وما يميز كاس افريقيا وخصوصا ديال هذه السنه، فاش كتفرج في المنتخبات اللي لاعبين كتلقاهم كاملين بحال كاين كوت ديفوار، كاين الكاميرون، كاين السنغال، كي 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 ودي راه هضره زيدان ردا على بعض الابواق الصحفيه التي تحاول او دائما ما تجتهد من اجل الاساءه. زيدان عالم في كره القدم، اسطوره حيه وتعيش معنا الاجواء الافريقيه. كيقول لك المنتخبات الافارقه كاملين بحال، ولكن فاش كتشوف المغرب كيحسب لك منتخب من عالم اخر. كلشي كيضغط، كلشي كيجري، كل منظم من ناحيه الدفاع، من ناحيه وسط الميدان، من ناحيه الهجوم. ربحنا بعرقنا بجهدنا، ما عطاناش شي اربيط، شي محاوله ولا شي بيت. تصوروا معايا كون حكموا لينا داك البيلانتي ديال نيجيريا، بواه اش كان غينوض، ولكن الحمد لله ما احتاجناش ليه، ربحنا بضربات الجزاء. هادشي خص اللعابه يزيدهم تحفز ويعرفوا باننا في مواجهه الجميع، والكل في مواجهه المغرب بوحده. سبحان الله العظيم. واش ندي على القلوب الكحله ولا ندي على القلوب اللي كتقول لي تتشوف؟ الصحافه الايطاليه تسطات
الفرنسيه تسطات، الاسبانيه تسطات، الانجليز. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. افتخر كونك مغربي.